بسم الله الرحمن الرحيم فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان. والعجيب أن هذا الفناء الرهيب وأن هذا الموت الغريب العجيب سبق ولحق بالآية فبأي آلاء ربكما تكذبان. والآية هذه إنما تحدث بها في سياق الإنعام، كأن هذا الموت نعمة، كأن هذا الفناء نعمة، وهو من وجه صحيح ومن وجه آخر كما ذكرنا قبل في هذا المجلس، أي أن الإنسان حينما يفرط في النعمة ولا يشكرها لله فإنه يعامل آنئذ بضد النعمة. فقوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان تجمع بين الترغيب والترهيب، أي فيها تقريب للإنسان وفيها تخويف للإنسان أيضا. فالقرآن يضيء لنا الطريق، هذه النتيجة، القرآن يضيء لنا الطريق وينير لنا السبيل السالكة إلى الله بهذه الآية الربانية التي تبعث السكينة في النفس. كل من عليها فان، هذه كتعطي الراحة من رحمة الله بعباده أن جعلهم جميعا مقهورين بالموت، من رحمة الله بعباده. ولولا ذلك لما استطاع أحد أن يعيش فوق الأرض غما وكمدا. من اللي يجي شي واحد يجهد عليك ويظلمك ويقهرك ويغصب لك حقك وأنت مؤمن تكون في راحة تامة، إذ تدرك أن مصيره إلى عذاب. إذا لم تقم المحكمة الدنيوية بحقك فمحكمة الآخرة قائمة قطعا بحقك. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، والخوف من ذكر الله. لما تخاف من الله فذلك نوع من ذكر الله، فيجزيك الله طمأنينة وسكينة وسرورا. ولذلك من تقرأ كل من عليها فان تشعر بالراحة ولا تشعر بالفزع الذي يؤدي إلى المرض، لا، تشعر بالراحة لأنك تجد رحمة العدل، رحمة العدالة الإلهية. كل من عليها، يعني الطاغية يموت، الظالم يموت، المتكبر يموت، ذو السلطة يموت، ذو المال يموت، كل الناس يموت. ولذلك تقول فبأي آلاء ربكما تكذبان. نعمة سوى الله في الموت بين الفقير والغني، بين الحاكم والمحكوم، بين الظالم والمظلوم، كل الناس يموت. وإنما بعد ذلك يكون الحساب وتوضع الموازين القسط يوم القيامة.